ممدوح عباس كتب على حسابه الشخصي وقال: اين القادرون ماديا من اعضاء الزمالك ممن يطلق عليهم رموز وخلافه؟ ذكروني بالمثل المصري العظيم: زي الوز حنيه من غير. بس خلاص عشان عارف الكلمه الجايه هتبقى ايه. ولك الله يا نادي الزمالك. يا حاج ممدوح، ايه الكلام ده؟ تقصد ايه يعني؟ ان كل رجال الاعمال الزملكاويه بيمثلوا انهم بيحبوا الزمالك، لكن وقت الجد ما تلاقيش حد؟ بس برضه ده ما يخليكش تقول المثل بتاع الوز ده يا حاج ممدوح. كلام ده عيب. عموما احنا هنشوف الموضوع ده مع شويه مواضيع تانية لذيذه جدا، بس في الاول لازم نمسي على حبايبنا ونقول لهم السلام عليكم ورحمه الله. اهلا بيكم في حلقه جديده وسنه جديده، يا رب تكون علينا سعيده. لكن كالعاده ما ننساش قبل ما نبدا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، وندعي لاخواتنا في فلسطين وكل وطننا العربي، ربنا يا رب يفك الكرب عن الجميع. ونحب نقول لكم بقى، لو انت متابعنا على اليوتيوب فانت هتشوف الحلقه كامله، ولو متابعنا على الفيسبوك معلش هنتعبك شويه ونقول لك ادخل على يوتيوب علشان تشوف الحلقه كامله، علشان احنا بجد عندنا مشاكل كتير على الصفحه بتصعب علينا عرض الحلقات كامله عليها الفتره اللي جايه. اسفين على الاطاله، وندخل على الحلقه ويلا بينا. بقول لك ايه، اللي شفته النهارده ده ربنا يستر اوضه اللبس بكره شكلها فيها طلعه كده. طب نادي انبي ورابط محمد اسماعيل، والله مش ممكن، لازم تدخل الفار والتحكيم، ما تدخلوش يبقى خلاص شكرا، خساره او تعادل. باي. ايه يا ابني الرزاله اللي انت فيها دي؟ ده انت غدت قوي يا اخي بضحكتك السامجه دي. اوعى تكون يا قصقص فاكر نفسك حراق والكلام الاهبل ده. لا يا حبيبي تبقى غلطان، انت في نظر كل الاهلاويه والزملكاويه وحياتك تمامك معروف. انت ملط يا بسيوني ملط. وبعدين مش الاهلي يا قصقص اللي بيستنى كل ماتش طرد ولا ضربه جزاء علشان يكسب، في فرق تانية بس اللي بتكسب بالتخصص بالكلام ده، ويا ريت يا اخي في الاخر بينافسوا. انما برغم كل الاحتواء ده، اذا طلعوا الثالث بيحتفلوا انهم هيلعبوا كونفدراليه اللي بيعرفوا يعني ينافسوا فيها يا ملط. يا تكلتله في شكلك. اول حاجه الحمد لله رب العالمين، هنا في البرنامج لما بنقول حاجه بنقول الحقيقه. ابتدت تطلع ان الشناوي متعور في كتفه، وان الراجل متعور وبتاع. قلنا الكلام ده مش حقيقي، قلنا ان الشناوي اما مصطفى شوبير بيلعب ما بيرضاش يقعد على الدكه. هو بيقول لك فضلنا اراحه الشناوي. هو الشناوي اما يقعد على الدكه هيبقى تعبان؟ قولا واحدا خلاص الشناوي مش عايز يقعد على الدكه طول ما مصطفى شوبير بيلعب. بص يا غندره، يعني اسمح لي كده بهدوء واحنا بادئين سنه جديده، والواحد حابب انه يكون اكثر هدوءا وما يتعصبش. اسالك سؤال واضح وصريح: انت مال امك؟ الشناوي يلعب، شوبير يلعب، الشناوي يقعد احتياطي، ما يقعدش احتياطي، انت مالك؟ ولا انت خلاص بقت عاجباك شغلانه شعللها شعلل ولعها ولع؟ ما تشوف البلاوي والكوارث اللي عندكم يا ابني. ده انتوا عندكم حراس كانوا بيقطعوا في بعض وبيشلفوا لبعض على السوشيال ميديا، انتوا عندكم لاعب دلوقتي ملحسكوا التراب علشان يجدد، فما تشغلش بالك انت الشناوي يقعد احتياطي ما يقعدش، دي حاجات تخصنا مالكش فيه. شوف حاجه تانية يرغي فيها يا غندره، يلا سمعنا. تخيلوا كولر بيقول ان النادي الاهلي محتاج صفقات وما عندوش لعيبه. النادي الاهلي اللي هو اقوى سكواد موجود في مصر وفي افريقيا. لو احنا بنتكلم على ان حضرتك بتقول ان انت تعادلت مع امبي عشان ما عندكش صفقات تبقى مصيبه. للاسف كولر بيدي حجج. برضو الكلام على الاهلي. طب تاني بنفس الهدوء هسألك سؤال، ما انا بصراحة زي ما بقول لك بحاول اكون انسان جديد في السنة الجديدة وما اتعصبش، فهسألك تاني بهدوء. امال امك انت. وبعدين ايه كمية الشماتة اللي في وشك وعينيك وانت بتتكلم دي؟ يعني رغم ان في قطاع كبير مختلف مع كولر اليومين دول، الا ان الكل متفق ان الاهلي محتاج صفقات. يا غندرة احنا بننافس على العالمية يا حبيبي، احنا خرجنا بره القارة وحتى جوه علشان الاستمرارية، واننا مش زي اي حد ونحب ننافس على طول ما بنكتفيش، فلازم يبقى في دم جديد بصفقات جديدة بدوافع جديدة. فايه الغلط في اللي الراجل قاله؟ وما تربطش ده بالتعادل في ماتش انبي، ما هو في كل الدوريات القوية وارد ان اقوى فرق هناك زي مثلا الريال ولا برشلونه ولا البايرن يتعادلوا او يخسروا من فرق في مؤخره الدوري عادي. طب السيتي مثلا، حد يقدر يشكك في جوارديولا او في سكواد السيتي؟ ومع ذلك الفريق اهو ملطشه الموسم ده. طب تحصل عادي في الكوره ومع اتخن فريق، ده للي بيفهم كوره يعني. ولا انت ما تعرفش كوره، ولا انت مش فاهم، ولا ايه ظروفك؟ تقعد بس تصدقنا انك فاهم كوره والكابتن التاريخي. ولا انت حمار ولا انت فاهم حاجه. الفقره الاخيره بس بقى نخلص الحصاد بقى اللي هو الايه بتاع 24 افضل نادي في 2024. ايه يا هيما؟ ايه السؤال الغريب ده اللي بتساله لضيوفك؟ يعني ايه تسالهم مين افضل نادي في 2024؟ انا اسلام صادق مأكد لي ان افضل نادي هو الزمالك. طيب مين هيكون احسن نادي في افريقيا؟ عندك النادي الاهلي بطل دوري الابطال، وعندك الزمالك بطل الكونفدراليه وبطل السوبر الافريقي. حلو قوي. فرقه واخده بطولتين وفرقه واخده بطوله واحده. تاخد اللي واخده بطوله ولا هتاخد اللي واخده بطولتين؟ بس اللي واخده بطوله واخده الاقوى، البطوله الاقوى. ما فيش حاجه اسمها والنبي يا كابتن. انا بقول لك كده والله. والنبي يا كابتن ما فيش حاجه اسمها الاقوى والاضعف الكلام ده كله. دي بطوله ودي بطوله. ايوه بس دي اقوى. دي مؤهله كاس عالم للانديه وفلوس اكتر. دي بطوله. هو ثواني بس، لما جينا نحسب
في نادي القرن والسبعه اكبر من التسعه ماشي احنا هتبقى الواحد اكبر من الاثنين يعني بقى من 30 سنه زي ما حصل في نادي القرن ان التسعه انهي الاكبر السبعه اكبر من التسعه يبقى انت هتعملها لي دلوقتي بعد 30 يبقى الواحد اكتر من الاثنين بالظبط. اهو الراجل حسم الموضوع. اوعى يكون عند ضيوفك راي تاني اسلام يزعل. عموما نسمع. ممكن اقول النادي الاهلي طبعا الاهلي يعني انا اعتقد ان الاهلي هو اللي بيستحق الفريق الافضل يعني. لا الاهلي طبعا بديهي الاهلي طبعا يعني الاهلي طبعا. اتدفع لكم كام بقى علشان تقولوا كده؟ اتدفع لكم كام علشان تختاروا الفريق اللي كسب دوري ابطال ودوري محلي وسوبر مصري وكاس مصر وافرو اسيوي على حساب العين؟ اتدفع لكم كام علشان تختاروا الفريق ده على حساب فريق تاني كسب الكونفدراليه والسوبر الافريقي؟ دي مؤامرة. شكلهم كده متفقين علينا بس ما عرفش نيعوا. طيب كنا اتكلمنا في الانترو على تلقيح ممدوح عباس على القادري من الزملكاويه واللي وصفهم انهم زي الوز حنيه من غير انتوا عارفين بقى الباقي. المهم تعالوا نسمع كواليس مفاوضات التجديد لزيزو من ابراهيم فايق علشان تعرفوا بقى الفرق بين الاهلي وبين اي حد. في جاب ما بين المقدره الماديه لنادي الزمالك وما يطلبه اللاعب. فجوه دي الزمالك هيميل على محبيه، فالراجل قال لهم انا مش فارق معايا الاسم ابو زيزو، عايز اضمن حق، انا مش هروح اخبط على رجل الاعمال اخر الشهر ولا اول السنه اقول له اديني. فقال لهم يا جماعه من فضلكم لو احنا عايزين نتمم هذا الاتفاق هيبقى ده بشيكات مؤرخه تخش حسابات الراجل اللعيب وقت ما يجي وقت صرفها تتصرف بس. فقالوا له طيب كل ده هيحصل، كل ده تمام، ما عندناش فيه مشكله. 48 ساعه حدد جلسه جديده للاتفاق النهائي. 48 ساعه الزمالك اذا التزم بالاتفاق بالشيكات المؤرخه اللي بتمثل الفارق ما بين الرقم اللي متفقين عليه واللي هيدفعه النادي والرقم اللي هيدفعه النادي والرقم اللي احنا متفقين عليه، خلاص يا باشا هتلاقي الامضاء، هتلاقي نادي الزمالك والدنيا خلصت والدنيا هيصت والدنيا زي الفل وزيزو موجود في نادي الزمالك. ذل يا اخي ذل. يعني الاداره بتقول لي زيزو احنا هنعوضك من رجال الاعمال علشان احنا الصراحه مش قادرين على طلباتك. يوم ابوه ابو زيزو يقول لهم ما اضمنكمش، انتوا تدونا شيكات وتتصرفوا مع رجال الاعمال، احنا مش هنروح نخبط عليهم نقول لهم احنا عايزين فلوس، احنا مالناش فيه، شاوروا نفسكم وردوا علينا في خلال 48 ساعه. واخدين بالكم اللاعب هو اللي مدي النادي مهله 48 ساعه. انا اعرف ان النادي هو اللي يدي مهله للاعب لكن غير كده جديده. قالوا لي انت ساعة وترد عليا، ساعة وترد علينا. طبعا الكلام ده مش اي حد عنده القدره يعمل كده، ده للناس اللي بتحط ناديها فوق الجميع، الاهلي فوق الجميع، لكن عمر ما يكون عندنا لاعب فوق النادي. المهم ان بعد الجلسه دي زيزو نزل صوره ليه على الانستجرام وهو بيحتفل براس السنه وهو ماسك التليفون، وتقريبا كده الرساله اللي عايز يوصلها الفلوس هتتحول وهاخد ضمانات هوقع. يعني حاجه يا جماعه منتهى الذل. وطبعا هيفضلوا كلهم جمهور باداره باعلام هيتحايلوا عليه علشان يوقع، لكن اول بقى ما يفقدوا الامل تماما وانه خلاص ماشي يبتدوا بقى في الاسطوانه المشروخه اياها. تشوفي يا ناكر خيري زماني من زمن غيري. وهيب عبد الهادي بعد تعادل الاهلي مع انبي نزل بوست وكتب كلمه واحده فايلر. ايوه يعني عايز ايه؟ يعني عايز توصل لنا ايه؟ يعني انا واحد من الناس يا جماعه اتمنى فعلا رجوع فايلر، وده رايي يا جدعان، يعني انا حر. انا شايف ان الجيل ده محتاج واحد زي فايلر سواء على مستوى الشخصيه او المستوى الفني، لكن مش معنى كده برضو ان انا امشي ورا هبد مهيب. بومب مهيب ما وراهوش غير فرقعه البومب. ما يجيلوش نوم يا جدع من غير ما يفرقع بومبا. نفسي يا اخي اشوف لك خبر صحيح. عموما يا جماعه كل سنه وانتم طيبين. اولا طبعا بحلول شهر رجب، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ثانيا بمناسبه السنه الجديده. ثالثا بقى بمناسبه موسم الهبد واللي كالعاده هتسمع فيه كميه هبد عن الصفقات انتوا عارفينه. كل واحد بقى من الجماعه يا هيطلع يقول لك 60 اسم، ولو جه منهم واحد هيقول لك بس انا اللي انفردت، لكن في الحقيقه كله بيطخ. وانتوا عارفين يا جماعه احنا هنا ملناش في الطخ، حتى لو الطخ ده نفسنا فيه، لكن ما نحبش هنا نبيع الوهم زي الناس الفاضيه. ملناش دعوه. تقيل. معلش دلوقتي الدكتور قال انه الاصابه ممكن تاخد من 5 إلى 6 شهور والموسم عندنا بينتهي في شهر 6. هل اذا النادي مثلا قال لك يا رضا نظرا للظروف والاصابه و فمن الممكن ان يتم رفع اسمك من القائمه وان شاء الله تعود بدايه الموسم القادم، هيكون رد فعلك ايه؟ بصراحه كابتن انا كما قلت لك في الاول انا تحت امر النادي. لو النادي عايز يشيلني من القائمه ويسجل حد ثاني في مكاني لا يفيد النادي ويكسب بطولات مع النادي انا ما عنديش مشكله. بتتكلم جد؟ بصراحه كابتن لو كنت قادر ارجع لاخر موسم ازاي نضيع وانا في مكان؟ والله يا ابني انت لاعب جميل ومحترم وابن اصول، والواحد فعلا زعلان على الاصابات اللي بتجيلك ومعطلاك. بجد يا جماعه رضا سليم بيضرب مثال للاعب الاصيل، ما عندوش مشكله ان اسمه يترفع من القايمه علشان يدخل حد مكانه وينفع الفريق. في لعيبه تانية بتتقمص من حاجه زي دي، وكأن تواجد اسمهم في القايمه وهم مصابين واحتمال كبير ما يشاركوش الموسم اهم من مصلحه الفريق. بجد يا رضا لقائك مع الكابتن شوبير اظهر معدنك الاصيل للناس وانك ابن حلال مصفي، وان شاء الله باذن الله ربنا هيشفيك وتكسر الدنيا في الاهلي. واللي بيختار الاهلي وجمهوره يا رضا عمره ما بيخسر. الله عليك احسنت يا ابني والله.
وبمناسبه بقى الكلام على رضا سليم، تعالوا نشوف اخبار النادي الاهلي. بعثه الفريق سافرت الجزائر النهارده لمواجهه فريق شباب بلوزداد يوم الجمعه باذن الله الساعه 9 بتوقيت مصر. وبالنسبه للقائمه اللي اختارها كولر للسفر للجزائر فهي كالتالي: في حراسه المرمى محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزه علاء. خط الدفاع خالد عبد الفتاح، اشرف داري، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، كريم الدبيس، يحيى عطيه الله. خط الوسط مروان عطيه، احمد نبيل كوكا، مصطفى ابو الخير، امام عاشور، اكرم توفيق، عمرو السوليه، كريم ندفد، عمر الساعي، محمد مجدي قفشه، حسين الشحات، بيرسي تاو. خط الهجوم اسامه ابو علي، سمير محمد، محمود كهربا. الماتش باذن الله هيحكمه الحكم الصومالي عمر عبد القادر، وهو من الحكام الصاعدين بقوه في افريقيا. تحقيق الفوز يا جماعه باذن الله في الماتش ده هيضمن لنا الصعود بغض النظر عن الماتشين المتبقيين في المجموعه، لان احنا دلوقتي معانا 7 نقط واورلاندو معاه 5 وشباب بلوزداد معاه 3 نقط. فانت في حاله فوزك هتوصل لنقطه 10 وشباب بلوزداد هيتوقف رصيده عند 3 نقط، وبالتالي اقصى عدد نقط ممكن يوصل له هو 9 نقط. كمان الفوز اهميته تكمن في انه هيرجع الثقه ما بين الجماهير والفريق اللي مع الاسف اتهزت بقالها شويه. ده غير كمان ان احنا نبقى ابتدينا السنه الجديده 2025 بفوز يكون فيه الخير في اللي جاي باذن الله. كل التوفيق باذن الله للاهلي في افريقيا لتحقيق ال 13 باذن الله. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، رب تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا، واستنونا ان شاء الله في فيديو جديد. وكان معاكم مصطفى طلعت. محمد كمان مش معانا النهارده، باذن الله يكون معانا في الحلقه الجايه. السلام عليكم.